اسمع، واش الا كانوا عندك الوليدات وما عندكش وليدات مربين بحال هاد الوليدات اللي غادي تشوف دابا، راه ما تقولش راك ولدتي ولا راك ربيتي. اسمع المعلم، اسمع، الله يبارك له فيهم والله يحفظهم لهم من العين ومن الحسد ومن كل شر ومن كل افات، والله يرحم له الوالدين. شتي الا كانوا عندك الوليدات وما عارفينش هذا القالب اللي عارفين هاد الوليدات اللي غتشوف دابا، غير ما تقولش اخويا راك واعي وفاهم. واش فهمتي؟ اسمع، والله يسخر له فيهم والله يعاوننا ويوفقنا ويوفق جميع المسلمين باش نربي وليداتنا احسن تربيه. هذا ما كان، وتسنط على العشير، تسنط مزيان. ريان، اشنو هي النسوية؟ النسوية هو مصطلح الهدف منه تخريب الأسرة. ريان، بركة من الفلسفة ما فهمت والو، واخا غادي يتقلقوا مني العيالات ولكن هذا هو الواقع. شوف، اي حاجة بغيتي تهدمها سير لها العمود الفقري ديالها، دار ولا خيمة وحتى الإنسان إلا تقاس في العمود الفقري ديالو ما يقدرش يوقف. والعمود الفقري ديال الأسرة المسلمة هو المرأة، وبداو عليها مالكي مدلوله، مالكي تتصبني ليه، مالكي تطيبي ليه، وعلاش تربي ليه ولادو وهو يد الخارج ومفجج ومقهوي وعايش الحياه مع راساتو، وانتي سد عليك في الدار كي الخدامه نهار كامل وانتي خاشيه راسك في السطوله. نوضي، راه المراه مسؤوله وطبيبه ووزيره وحاكمه دوله المراه. ايوا وعينك ما تشوف الا النور، والنتيجه قدامك العزوف على الزواج، حيت الراجل ما يقدرش ياخد وحده مستقله لانها ما غاديش تطيعو حيتاش ما محتاجاش ليه، والمراه ما غاديش تاخد واحد ما فحالوش حيتاش غادي يطمع ليها في الصالير. وهذا الشيء اللي خلى الرجال يقولوا ما بقاوش بنات الناس بالنقص كاع من هذا الزواج، والعيالات يقولوا ما بقاوش الرجال ديري دارك وطوموبيلك وتخيري في الرجال كي بيتي. ايوا شكون هذا اللي بغى الاسره تهدم؟ ايوا الا جاوبتك على هذا السؤال نقول لك نيد علاش فلسطين محتله. ايوا اشنو الحل لهاد الحريره؟ الحل هو رجع الفطره علاش تخلقنا، الراجل عليه القوامه والمراه عليها الطاعه. وسمحوا لينا العيالات اللي عطا الله هو هذا.